انا جايبه لكم النهارده مدينه راس البر كامله بكل حاجه فيها. ايه اللي تروحوه وايه اللي ما تضيعوش وقتكم عليه. جايبه لكم كل حاجه فيها وازاي ممكن تقضوا يوم كامل فيها وتستمتعوا بكل حاجه فيها. يعني هناخد جوله بسيطه كده في المدينه نتفرج عليها، وبعد كده بقى ناخد المدينه من اولها لغايه اخرها. اولا المدينه نظيفه جدا جدا جدا، يعني انا ما كنتش متخيله بصراحه انها نظيفه كده. يعني بالترتيب كده هنروح نشوف الاول الشواطئ، نشوف الخاصه والعامه والكافيهات والمطاعم اللي هناك على الشواطئ، وبعد كده هنطلع منطقه اللسان ونشوف برضو المطاعم اللي عليها، ونشوف الفنار، ونشوف طبعا ملتقى النيل مع البحر، وبعد كده هنطلع ناكل في السوق، وهجيب لكم اشهر حاجه موجوده في السوق ايه. طبعا عشان ما تضيعوش وقتكم لو هتقضوا يوم واحد بس في راس البر، اللي عايز حابب يروح اكوا هجيب لكم اشهر اكوا موجوده ايه بالسعر بالتفاصيل في فيديو لوحدها. اللي حابب يروح حمام سباحه برضو هجيب لكم ايه حمام السباحه اللي تقدروا تروحوه لو انتم مش نزلاء فندق او كده، وبرضو هجيبه لكم في فيديو لوحده بالتفاصيل. وبالنسبه للفنادق هجيب لكم اشهر فنادق وارخص فنادق، هجيب لكم كل حاجه في راس البر. بس طبعا برضو مش هقدر احطهم كلهم في الفيديو ده، يبقى الفنادق والاكوا وحمام السباحه هجيبها لكم في فيديوهات لوحدها، وهنا هجيب لكم المدينه بشواطئها ومنطقه اللسان والسوق. يبقى كده انا لمت لكم المدينه كلها تقدروا تقضوا فيها يوم واحد ازاي. نبدا بقى جولتنا النهارده في المدينه كده. كده المدينه الممشى اللي انتوا شايفينه في النص ده ما بينه النخل، وطبعا المباني على اليمين اهي، ده بيبقى ممشى بالليل لغايه منطقه اللسان. وهجيب لكم كمان شاليه من الشاليهات دي هصوره لكم من جوه بالاسعار، ومش هنسى طبعا خروجات راس البر. احنا كده وصلنا منطقه اللسان، دي الكافيهات اللي بره. هندخل طبعا دلوقتي نركن بس وندخل نشوف كل حاجه بقى عن ناحيه الشواطئ. كده على اليمين ده الشاطئ كله، هنشوف الكافيهات وهنشوف البحر. وصلنا كده على البحر، هنشوف القعدات اللي موجوده على البحر والكافيهات كلها، وبعد كده هنروح نشوف الشواطئ. هما في كافيهين بالظبط، كافيهين ويعتبر مطعمين. سي دور اول واحد اهو، هنبص بصه كده على المنيو. بس بصراحه القعده خرافه. نشوف الكافيه اللي بعده. رحنا كده الكافيه ده قعدته اجمل بصراحه، وجنبيه شاطئ خاص هندخله دلوقتي. ده كوين كافيه ومطعم في نفس الوقت. هما اتنين اللي احنا شفناهم. ده المنيو طبعا. هنروح بقى نشوف الشواطئ بعدها. وصلنا كده الشواطئ. ده اول شاطئ معانا، شاطئ خاص جنب الكافيه اللي احنا لسه شايفينه. ده اسم الشاطئ شاطئ الخليج، ده اعلى شاطئ موجود هنا. احنا هناخدها كده تتريكي. ده شاطئ خاص طبعا ب 300 جنيه شمسيه واربع كراسي. نشوف كده الشاطئ اللي بعده ونشوف الفرق ما بينهم. وصلنا كده الشاطئ التاني دلوقتي. طبعا بعد ما سألنا عرفنا ايه الفرق ما بينهم كلهم. الشواطئ يا جماعة كلها البحر واحد، والقعدات برضو انا شايفاها انها واحدة. الفرق بس ان الشواطئ الاعلى سعرا بتبقى رايقة اكتر واكتر بكتير. ندخل الشاطئ ده برضو ونبص عليه كده بصة. بالنسبة للشاطئ ده الصف الاول فيه كرسيين وشمسية ب 130 جنيه صف اول. الصف التاني بقى 4 كراسي وشمسية خوص طبعا ب 150 جنيه، والاختلاف ما بينهم في نوعية الكراسي والشماسي. احنا كده شفنا نوعية الشواطئ الخاصة. في بعد كده بقى طول الشواطئ اللي هي العامة، ودي طبعا فيها ان انت مش تأجر شمسية ولا كراسي، لا تقدر تجيبهم من بيتك وتنزلهم تحت وتقعد عليهم براحتك. كده نبقى احنا خلصنا الشواطئ. نشوف بعد كده في ايه. في هنا طبعا مجموعة مطاعم، بافلو برجر وزاكس وهارد اتاك، يعني مجموعة كاملة اهي. طبعا بالليل بتبقى القعدة هنا تجنن، وقدام البحر، وطبعا في ماك، وفي طبعا قعدات فيهم كلهم داخل المكان وخارج المكان. ده كده اللسان متوجهين للفنار. الناس طبعا بصوا الصور بتبقى جميلة نور طالعة فوق السور. يلا نشوف اللي بعده. الصراحة تتقال الممشى عند اللسان هنا والالتقاء النيل روعة. الممشى جميل جدا والهواء رائع. انا هجيب لكم كل حاجة اكنكم موجودين معانا بالظبط. الممشى طوله يعني احنا ماشيين فيه بقالنا كتير جدا.
الهوا جميل جميل، متعة متعة. الواحد يقعد هنا على السور، روعة روعة. الناس ماشية تغني هنا والله. وصلنا الفنار، هنا التقاء النيل مع البحر. سبحان الله، الله على الجميل. الله، ساحة هنا كده اهي، سبحان الله. هنا ادي النيل، ده النيل اهو، وده البحر اللي بعد الفنارة، وملتقيين هم مع بعضيهم. سبحان الله، لونين مختلفين. طبعا اللي واقف باين، يعني انا مصوره لكم، بس انتوا انا مش عارفه شايفينه ولا لا. فسبحان الله. ومدينه راس البر كامله هناك اهي، واحنا واقفين في ساحه الفنار. طبعا القعده هنا بتنسيك هموم الدنيا وما فيها، والصور هنا حلوه جدا. وطبعا من خروجات راس البر بالليل دي بتبقى خرافه. الفنار طبعا مقفول، كان نفسي قوي ان هو يبقى مفتوح واطلعه. بالنسبه لي انا القعده هنا بصراحه احلى كمان من القعدات اللي على الشواطئ. يعني الواحد يجيب بقى ايه الترمس كده ويجيب حاجته كلها ويقعد هنا، القعده تجنن بصراحه، ومش هتكلفك اي حاجه. انا استقريت بصراحه على القعده دي، القعده عند الفنار اهو. القعده دي روعه روعه روعه، يمكن اجمل قعده هنا في راس البر. ودرجه الحراره انا ما كنتش متخيلاه هنا. الهواء هنا رائع، احنا في الصيف بس الهواء جميل جميل جدا. يعني انا خارجه من القاهره هناك على اساس الجو حر جدا، لا الجو هنا رائع رائع. نشوف اللي بعده كده في شارع النيل. أيوة. كل الكافيهات دي بتشتغل من وقت حوالي الساعه 6 كده. العصر بعد العصر. بس شارع النيل ده جميل جدا اهو، تحفه، احسن ممشى في الدنيا، اجمل ممشى موجود في راس البر. أيوة. وكله قعدات. والممشى اللي هناك بقى، وفي ممشى تاني وراه نروح نبص عليه. على النيل. اتفضلي. ده كده عدينا الناحيه التانيه، ده بقيه الممشى. بالليل بيبقى أيوة. في عجل هنا، كل حاجه كل حاجه. وفي المعديه دي الركوب فيها ب2 جنيه عشان عزبة البر. تروحي عزبة البرج تتسوقي وتجيبي السمك. اتسوق واجيب سمك. ايوه. وكل حاجه الناحيه التانيه، كل حاجه الناحيه التانيه بسعر البسيط. الله. لان هنا عزبة البرج اكبر اسطول صياده في مصر. صياده في مصر. يعني انا عايزه سمك اروح الناحيه التانيه. أيوة. اشتري وارجع. ايوه. الناس اللي حابه السمك يا جماعه وعايزه تشتريه اصلا من الصيادين الاصليين في البلد. ممشى طويل جدا، بس احنا طبعا عشان ساعه الصبح مش باين، بالليل بيبقى روعه. يبقى كده عرفنا من خروجات راس البر بالليل الفنار وشارع النيل. ما تروحوش في اي حاجه تانية، ارخص من اي حاجه. في هنا تسويق كل حاجه، في لبس وفي كل حاجه هتخيلها في الشارع ده اهو. اكسسوارات، ملابس، اكل، كافيهات، كل حاجه، سوبر ماركت اهو. لا بتاع لبن ده اللي في وشي ده صح اهو. كل حاجه موجوده هنا، عصاير، جيلاتي، فريسكا اهو. وده الشيخ. يعني هو الشارع كبير جدا، مش قادره اجيبه لغايه اخره. كله مطاعم جميله جدا. يلا بينا بقى نروح السوق. احنا كده وصلنا وسط البلد دي، تعتبر كل وسط البلد اهي، كل المطاعم اللي تتخيلوها. احنا كده في السوق. طبعا في قلب السوق هنا اشهر حاجه هنا السمك. الاسواق بتاعت السمك هنا كتيره جدا. في دعدور بيتزا برضو مشهور قوي هنا. وفي هنا اخوان فتوح فطير برضو بيتزا. هنا راس البر مشهوره بالفطير والسمك والحلويات، فاحنا بنجيب لكم اشهر حاجه في كل حاجه. داخلين عند اشهر واحد بتاع فطير ابو العلا اهو. ندخل ونشوف الاخبار بقى، المحل الاصلي، اصل الفطير. كل حاجه هنا بتتعمل بالسمن البلدي. هي 25. ادي البيتزا، هي فطير شرقي طبعا دسم. دي كده فراخ، دي فراخ،
دي كده جبنه رومي، وكل البيتزا هنا عليها خضروات. دي كده بسطرمه دسمه وجميله بس سخنه مولعه. يلا بالهنا والشفا. نشوف اللي بعده. اشهر حلويات هنا في راس البر، اللي حب يشتري حلويات بلبول اهو، المشبك الاصلي. كده عرفنا كل واحد يجي يشتري ايه من هنا. دي الاصناف كلها اللي موجوده عنده اهي. ده المشبك اصلي، المشبك الله اكبر لسه طالعه من الفرن دي. ولا تبع الانبيه بجيب ابن ابو كده هريسه بالفرن، في هريسه، في كل حاجه هنا، في علب جاهزه، في مولد النبي، حاجات مولد النبي كلها وحلويات علب. احنا جبنا هريسه اهي، واللي هناك دي جوزة هند البيضه لذيذه لذيذه، ودي محوجه. لا خلينا دي كده علبه مشكله كامله صح؟ هي بكام العلبه دي؟ 110 علبه مشكله كامله. لا خلينا بس زي ما انا قلت، كل حاجه هنا لازم تدوق منها الاول، يعني ناس كرمه جدا جدا جدا، تدوق من كله وبعد كده تختار. نشوف بقى اللي بعده. احنا دخلنا الاصلي ماشي، الباقي اسامي وجنبها كلمه بلبول، فخلوا بالكم في الحلويات في الحاجات دي، هما كله حلو بس احنا رحنا الاصلي. انا كده فرجتكم على كل حاجه في راس البر، وما تنسوش تتابعوني في باقي الفيديوهات، ولو عوزتم اي حاجه اصورها لكم بلغوني في التعليقات. باي.